خطوتك؟ خايف ليه من خطوتك؟ ليه الكسوف؟ فتح عينيك، شوف سكتك، انوي تشوف. كل الحقائق مهملة، كل الحروف متهلهلة، كل اللي عشته إنما كان بعض خوف. من أيمن إسماعيل إلى مهندس الشاعر مبروك عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية بحيي المنصة الكريمة وحيي الحضور، وباسم صالون تحت الميكروسكوب كنائب رئيس مجلس الإدارة، وباسم كلمات ليست كالكلمات كمسؤول علاقات عامة، بحيي الشاعر أيمن إسماعيل على مجهوده، وهو عامل زي الدينامو في كل مكان تلاقيه. كنت الأسبوع اللي فات زي النهارده في 45 بتاعه كان موجود، وقبل منها كان في اسكندريه، ما شاء الله عليه يعني. والله مبروك، يلا مبروك. يعني ربنا يوفقه باذن الله. وانا دايما بقول كلمه واحده، ان الثقافه ليست رفاهيه، ولكن الثقافه صناعه امن قومي. فالمثقف هو يدرك المخاطر ويحدد الحلول وله رؤيه في مستقبل الوطن. بقول إن كل واحد فينا بيولد بموهبة، هذه الموهبة إن لم تنمى يا إما ينحرف يمينا أو ينحرف يسارا، وده ما نعاني منه، إما يبقى بلطجي إما يبقى متطرف. لكن المبدع دائما بيتوافق مع الفطرة اللي ربنا خلقه عليها. فبقول إن الثقافة هي صناعة أمن قومي، ويجب أن نردد هذا جميعا، أن الثقافة صناعة أمن قومي وليست رفاهية. بقول أنا الهيمان في أشعارك وغناويك، وأنا المأسوم لأحياك وموت فيك، أنا الجند اللي يحميك، وسعة الغدر يا بلدي أنا ولادي في عليك. أنا الفلاح وراود على أراضيكي، أنا العامل وأنا العالم وأنا الطالب، وطالب ربي يحميكي، وطالب ربي يحميكي. بغداد على فصحى: قد أقبل الليل يزهو في دياجنه على بلاد كان الصبح حاديها. بغدادنا أثوابها صارت ملطخة، آذى الحرائر والأمجاد والدين. ذل الرجال فلا عز يعانقهم، أطفالهم كلهم ذابوا مخازين. جاز الفرات مقسمة إلى فئة رضوا بقتل الطهر والملبين. أيا حسين أيا حسين لم تسلم من مكائدهم، على ضفاف النهر اجتسوا الرياحين. أيا بلاد كان الطهر ديدنهم، متى بالطهر يممنا جسامين. أذن صلاتك واحسن في تلاوتها، إن الصلاة تزيد الطهر والدين. أشكركم.